أهم أخبار النهاردة الأربعاء 24/12/2025. جايب لك شوية أخبار للأهلي والزمالك، حاجة كده على الرايق. جايب لك ملخص الأحداث. طبعا كل خبر بقوله لك بالمصدر. قبل ما أقول لك أي أخبار يا صديقي، ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعليق وتضغط لايك ومتابعة فضلا وليس أمرا. اللايك والمتابعة هيفيدوني جدا، فما تبخلش عليا بالاتنين. بالنسبة لأخبار النهاردة تابع معايا. ووفقا لموقع وين وين، أن مهاجم فريق الحسين إيربد عودة الفخوري أصبح على رادار النادي الأهلي المصري، الذي بات أكثر اهتماما باستقطاب اللاعبين الأردنيين بعد أن أبهروا الجميع في السنوات الأخيرة. وفقا للصحفي محمود شوقي، الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد رحلة هولندا سافر إلى صربيا من أجل التفاوض لضم الجناح الغاني دوغلاس أوسو جناح فريق ريد ستار الصربي صاحب ال 19 سنة. طبعا المفاوضات قائمة لضم اللاعب حتى الآن، وقد يكون دوغلاس هو صفقة الأهلي الجديدة تحت السن حال الوصول لاتفاق رسمي. وفقا لصحيفة سبورتال الصربية، نادي ريد ستار بلغارد الصربي رفض عرضا بقيمة 2,500,000 دولار بالتحديد من الأهلي المصري لضم الجناح الغاني دوغلاس أوغو صاحب ال 19 عام. وفقا لموقع اليوم السابع، يسترب يرفض رحيل محمد سيحة ويتمسك باستمراره مع الأهلي بعد تألقه في كأس عاصمة مصر رغم اهتمام المصري البورسعيدي بضمه في يناير. وفقا لموقع اليوم السابع، الأهلي عرض مصطفى العش على بتروجيت ضمن صفقة تبادلية لضم الفلسطيني حامد حمدان في يناير مع مقابل مادي وإعارة لاعبين آخرين أبرزهم أحمد رضا ومحمد عبد الله. وفقا لموقع اليوم السابع، محمد السيد لاعب الزمالك يترقب عرضا أوروبيا. كاف يخطر الزمالك بمواعيد مباريات الكونفدرالية. الزمالك يواجه المصري في الجولة الثالثة يوم 25 يناير الساعة 9 مساء. أيضا الزمالك يواجه المصري في الجولة الرابعة يوم 1 فبراير الساعة 9 مساء. أيضا المباراة الأخيرة في دور المجموعات، الزمالك يواجه زيسكو الجولة الخامسة الساعة 3 عصرا يوم 8 فبراير. تقارير مجلس الزمالك مستمر في مهام عمله بشكل طبيعي ولن يرحل عن النادي. وفقا لصحيفة ديلي ميل ريكورد، طرابزون سبور التركي يطلب استعارة وسام أبو علي من كلوب سكرو الأمريكي. تقارير حسام حسن يدرس إجراء تغييرات في التشكيل الأساسي أمام جنوب إفريقيا وبالأخص في مركز قلب الدفاع بالاعتماد على رامي ربيعة بدلا من حسام عبد المجيد. تقارير بتقول عمر مرموش الأقرب للتواجد كمهاجم صريح مع مصر أمام جنوب إفريقيا في ظل صعوبة لحاق مصطفى محمد بالمباراة. بس كده عزيزي المشاهد، دي ملخص أحداث وأخبار النهارده. طبعا كل خبر انا قلته لك بالمصدر. لو شايف ان انت استفدت من الفيديو، ما تنساش تضغط لايك ومتابعه فضلا وليس امرا. وقبل ما انهي الفيديو، ما